لو انت طالب ثالثه اعدادي، وطبعا دي شهاده وانا عارف ان اكيد ان انت مركز جدا سواء كان الجبرا او جيومتري، خاصه ان في بعض المحافظات الامتحانات بتبقى تقيله في الالجبرا شويه، وبعض المحافظات الامتحانات تقيله في الجيومتري، ولكن اوفر نقول ده عشان على مستوى مصر كلها. فركز معايا في الدرس اللي انا هشرحه لك دلوقتي، او بمعنى صح المساله اللي انا هشرحها لك دلوقتي، وانت محتاج تبقى باصص عليها بشكل كويس قوي. تعالى اوريك دلوقتي كميد 3 احنا بنشتغل ازاي وبنعمل ايه، وتعالى اوريك الاكزامبل اللي انا عايز اوضحه لك. مبدئيا كده خليني اوضح لك حاجه مهمه جدا، ان انت عندك بالظبط كده 3 انواع من اللاينز. لو هم عملوا اللي هو طبعا اول درس اللي هو 2 simultaneous equations، فبالتالي لو انت عندك النوع ده حصل انترسكشن مفيش مشكله، دول they are parallel to each other، ودول they are consonant يعني منطبقين على بعض. الفرق ما بين كل واحد والتاني ان هيبقى just one solution، يعني بيتقطع just one time، هم 3 حاجات بس. هنا دول they are parallel to each other، يعني زي ما بيقولوا كده zero solution. خلاص. اما بيكونوا على بعض، وبالتالي بيتقال عليهم consonant او بيتقال عليه infinite solution. وبالتالي دايما تبقى مركز جدا في الحته الظريفه دي، ان انت عندك 3 حاجات، يا اما يطلع لك one solution عن طريق intersection point between two straight lines، يا اما يكونوا they are parallel to each other، يا اما يكونوا they are infinite solutions يعني بيكونوا consonant. طيب ركز بقى معايا، الكلام ده هتفهمه ازاي، وركز قوي. بص يا سيدي، مساله زي اللي بيجي لك بالمنظر عندي كذا حل ممكن تحله. ممكن تحلها بطريقه اسمها الاوميتنج ميثود، ممكن تحلها بطريقه اسمها سبستيتيوتنج، ممكن تستخدم الكالكليتر عادي جدا، ان انت ممكن مساله زي كده تستخدم فيها كالكليتر. بس قبل ما تستخدم كالكليتر لازم تبقى انت عارف، ما دام جات لك تشوز يبقى انا اسهل حاجه عندي استخدم كالكليتر فيها. هتقول لي ازاي يا مستر امير؟ بص يا سيدي، اولا انا هودي ده الناحيه الثانيه، بقى عندي نيجاتيف 2x بلس الواي ايكوال نيجاتيف 3. خلاص كده، ابدا بقى استخدم الكالكليتر في الحته اللي زي كده. تعالى اوريك هنستخدمه ازاي في ثواني. هستخدم كالكليتر ازاي؟ هبدا امسك حاجه اسمها الكوفيشنت، نيجاتيف 2 بوزيتيف 1 نيجاتيف 3 1 2 4. هعمل حاجه اسمها مود 5 وادوس 1، ابدا بقى اكتب نيجاتيف 2 اهو، نيجاتيف 2 احط بوزيتيف 1 احط نيجاتيف 3. ركز قوي في الحته دي، لازم تختار الكوفيشنتس، بعد كده 1، ولازم الترتيب 2 بعد كده 4. دوس لي واحده ايكوال وقول لي الانسر كام، واحده ب 2 الثانيه ب 1. شكرا، يبقى انا كده عرفت ان المساله هتبقى عباره عن كام وكام؟ 2 1. which one of them؟ طبعا الانسر هتبقى equivalent to B، ويبقى هو ده الفاينل ريزلت بتاعنا. يبقى ممكن مساله زي كده ممكن تستخدمها، ممكن تشتغلها طبعا بالاوميتنج ميثود، ممكن تشتغلها بحاجه اسمها substituting ميثود، ممكن تستخدم الكالكليتر. كلهم صح، مفيش مشكله خالص. حتى لو جالك سؤال بالمنظر يمكن برضه سؤال لحد بعته لي بيقول لي هنا which of the following، يقول لي كده هو which of the following graphs two equations the first degree in two variables which of the following have no common solution. كلمة no common solution يعني ايه؟ يعني they are parallel to each other. parallel to each other يعني never ever intersect، وبالتالي الوحيدة اللي parallel معانا مفيش غير الانسر equivalent to B. فانت لو عارف الكونسبت من اول اللي انت عندك just 3 solutions، يا اما 1 solution يا اما 0 solution يا اما infinite solution. يعني انا في المسألة اللي زي كده لو انا سألتك هنا عبارة عن ايه؟ هتقول لي يا مستر ده 1 solution. طب هنا 0 solution. طب هنا هتكمل معاك هتتحسب 1 solution. طب هنا قال لك ده infinite solution. وبالتالي اي مسألة هتواجهك الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لك. ركز جدا 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 في النوع ده من الاسئله، وبجد لو انت حابب مسائل كتيره جدا في ميدل 3. طبعا ميدل 3 تحفه، واللي بيمر بمرحله ثالثه اعدادي بيبقى من الناس الكويسه جدا، خاصه في الالجبرا او الجيومتري. ولكن خليني اركز معاك في حاجه لازم تبقى مفهمها كويس قوي، ان حتى طلبه الامريكان انا بقول لهم حتى لو سمحتوا يا جماعه عدوا من ثالثه اعدادي ناشونال الاول، لان فيها كميه ماس حلوه. وبالتالي اوفر نقول ركز قوي قوي في الفيديوهات اللي جايه، ولو عندك اي مشكله في اي ليسون اتس اوكي ابعتهولي، او اي مساله ابعت لي وانا دايركتلي هسبورت الفكره بتاعتك، وهقول لك والله الانسر بتاعك هيكون كذا. اشوفكم دايما على خير، معاكم امير حميد. Maths House Institute for American Diploma.